أكيد سمعتوا بالمالديف من أشهر وجهات السياحة وخاصة شهر العسل في العالم. واليوم قررت اني نسافر لها ونقيمها، هل تستاهل انها تكون وجهتكم السياحيه الجايه؟ لكن بكي هانيمون وانت وحدك هذا ما يصيرش، هذا مش موضوعنا بلا ما ندخله، هذه سفرة عيد ميلادي. خلينا نبدا التقييم، لكن قبل كل شيء شوفوا رحلتي اللي وصلتني هنا. انا حاليا في المطار في طريقي لشهر العسل وحدي، مش مصدقه حاليا متوجهه للتشيك ان، كل قواي العقليه ماشيه لشهر الهانيمون، هانيمون مالديفز Let's go. بوابة المغادرون. أول كابل. توقعوا هذه الرحلة تكون كلها كابلز ولا فما ناس ماشيين بلادهم المالديفز؟ والله سوق ولا واحد من المالديف. المهم خايفة لو تكون كل الطيارة تخيلوا كلها كابل وأنا وحدي. هاي جايز. أما نحس فما ناس تسافر مثلا جروبس، الله أعلم، لكن هذا أول ناس قدامي. يلا نعمل تشيك ان. هذا من اللاجج اللي جبتهم. طول الرحلة 4 ساعات والمفروض مدة إقامتي 3 أيام، وحسب ما سمعت هذه الفترة المناسبة إنكم تعديوها بالمالديفز 3 أيام. خليني نقيم لكم هل تستاهل إنها تكون وجهة شهر عسل؟ Yes or no? Let's see. أنا جاهزة، أنا ونفسي. It's just me, myself and I. تخيلوا يا جماعة جايبة هالفاليز اللي هي عبارة على سكوتر، تتحول إلى سكوتر. فبعد ما عملت تشيك ان حكوا لي انها ممنوعه، يعني انا فسروا لي شركه تعمل لاجج نشريها، بعدين يحكوا لي انها ممنوعه. وين المنطق؟ الله يخليني اسمع نعمل بيها جوله هنا. والحل انه هاجر باش تجيني حاليا من الدار تجيب لي فاليز واحده ثانيه نغيرهم ونسافر. العالم قاعد يحكي لي انه سفرة هانيمون وحدي مش احسن فكره، لكن انا باش نتحدى كل شيء. انا ماشي، انا مصره، انا جايه مالديف. انا حاليا مش هاخذ دراجتي ونطلع من المطار، نتلاقى مع الاخت، نغير الشنطه ونرجع للطياره. هذا كله عندي فقط نص ساعه اني نوصل للطياره. ليتس جو. كنت شدي على وجهي، فهمت علاش مانعين. غيرانين اصلا لهالسبب منعوه. See me rolling, they hating. وين هاجر؟ باي ذا واي بعثت لها تاكسي، فلازم نلقى التاكسي. ريد روف توب. هلو. ممنوعين. طلعوا ممنوعين على الطيارة. Okay, bye. Bye. Have a good flight. Yeah, thank you. بدلنا لاجج هالمرة، المفروض كل شيء اوكي. فأول نصيحة لو مسافرين اشروا فاليز عادية، ما تشروش شنطة اللي تتحول لسكوتر. طلعوا ممنوعين. اوكي. مالي؟ Maldives مالي؟ اوكي. وصلت للطيارة. مالديفز أنا جاية. يلا ناخذ نومة بما إنها رحلة ليلية ونوريكم الفيو أول النهار. تخيلوا طلعت من المطار اللي هو ورايا، قطعت الشارع وجيت للمحطة اللي هي ياخذوا منها القوارب. لهالدرجة سهل التنقل، حرفيا تمشي خطوتين وهذه محطة القوارب. بالقوارب هذا ما يوصلوا الناس الجزيرة، يعني الجزر اللي هم فيها ريزورت. كول. Let's go.
نشغل البوت. شوفوا زغنون، فكل ريزورت يبعثوا البوت متاعهم، وانا جيت مع هيدا SO. I hope the boat is not that bumpy. Oh no, it was fun. Okay, allow me to escort you for shaking hands, please. Thank you. Morning. Hi. Thank you. صباح الخير. Thank you. Hi. Thank you. Thank you so much. في كروسرود ايلاند سيستر ايلاند فيها 2 ريزورتس هارد روك وساي لاجون. فعندنا كل يوم daily complimentary trips. Okay. I will share with you on WhatsApp everything. It's so cute. Okay. شفتوا اللي صار فيا طول الرحلة، لكن أهم شيء إني وصلت. تقييمنا يا جماعة بيكون كالآتي، تقريبا 5 نقاط. 1 جمالية المكان، اوريدي شفتوا الغرفة، اوريدي شايفين الفيو، نكمل لكم جولة في الريزورت. 2 الفعاليات الموجودة على الجزيرة، activities فن إلى آخره. 3 جودة الأكل، إلى حد الآن الغلة واو سو فريش. 4 معاملة الناس، وانا نحس هالشيء من اهم النقاط في السفر، بما انه ممكن تكون مكان جنة لكن معاملة الناس سيئة يخرب عليكم كل التجربة. واخر شيء والموضوع هذا يهم الكل، التكاليف. هل تكاليف هالرحلة تستاهل؟ نوتشي. واحدة من الفعاليات هالفلوتينج بريكفاست، يعني الفطور الصباحي للعائم في البول، يتسمى فعالية ولازم تطلبوه مخصص، وانا طلبته بما انه اليوم عيد ميلادي، فاكتبوا لي هابي بيرثدي في الكومنت. وصراحة نحس هالفعالية تستاهل، كيوت، يعني فطور مع هالفيو، وخاصة لو كنتوا كابل كيوت هيك تحتفلوا مع بعضكم. تعال الفعالية اللي بعدها. معلومة على السريع يا جماعة، أنا جيت بعد نهاية الموسم. موسم المالديفز الأغلب بيكون عكسنا، يعني فصل الشتاء عندهم هو الصيف والشمس، وفصل الصيف اللي هو عنا يكون تاريخ 6 و7 وهذا و8 عندهم أمطار. فتخيلوا من دقيقتين كانت شمس، كنت عم فيتان، فجأة مشيت جبت الكاميرا على أساس نصور، جت أمطار غيمت. لكن الحاجة اللي تفرح إنه الأمطار تعدي، يعني على السريع تعدي ويرجع الشمس. ولهالسبب في فترة الصيف الأسعار هنا تكون أحسن، يعني تكون أقل بسبب الأمطار. أوكي، الغيوم هذه تعدي ترجع لنا الشمس الشموسة. It's okay. حابة نصور لكم لايف سرعة الأمطار كيفاش تعدي. هو حاليا غيوم ومطار، استنوا دقيقتين وتختفي. تعصيب. المطر اختفت، بدأت تقل يعني. شفتوا؟ نزلت نجري في عصيري، بدأت تطلع الشمس، لكن شفت سلحفاة، فخليني ننزل صور لكم سلحفاة. ويت يا تورتل، فما سمكة حوتة كبيرة، شوفوا. نسيتوا معدة السنوركلينج، مخ ما في. الفعالية الثانية سنوركلينج. لو تعرفوني أنا نحب الغوص، فجبت كل معداتي، جبت الهذا ولا شيء نعرف اسمه، الجوجلز والهذا متاع البحر، نتفرج على الحياة البحرية في المالديف. لكن حتى لو ما عندكمش الأدوات، أحلى شيء إنه المنتجعات هنا توفر، فممكن تطلبوا من الأوتيل يجيب لكم
الحركات البركات هذو تخلوهم معكم في الغرفة طول إقامتكم يعني. Let's go. جاهزين للبحار. هلو. رجعت المطورة، فواحدة من الفعاليات اللي نجم نعملوها وقت المطر هو المساج. يس جيت السبا ونشوف الاوفرز، نشوف المساجات شو عندهم، والريحة بنينة. شوفوا واو سو جود. سو اعطوني هذه الفورم، نختار السبا ونوع المساج اللي حابة ناخذه. وعندهم حتى غرفة ساونا، يعني عندهم أكثر من شيء، أكثر من نوع مساج. أنا حابة على ديب تشو، عرفت ذاك المساج اللي تدخل في أعماق المصل، هذا اللي نحتاجه. في نفس الوقت بالنسبة لي صوت المطر مريح. بيرفكت. يلا مساج تايم. شوفوا لو حابين تعرفوا الأسعار تختلف من منتج على الآخر، من سبا الآخر. فاللي أنا فيه حاليا اسمه SO مالديفز، حط لكم اللينك وشوفوا. خليني احط الفورم نمشي لحظة. فما ناس تجي تعمل كابل مساج. هذه غرفة الساونا، أنا هناك شوفوا محلها غرفة الساونا، وجنبها ستيم روم أو غرفة البخار. هذه نقعد فيها شوية ومن بعد نتعدى السيرفيس المساج. فأكيد مش بنصوركم بالساونا، يعني نشوفكم وقت المساج ولا ممكن بعد المساج. حاليا وقت الريلاكس. يا جماعة المساج ولا بالأحلام. هاي أو يا أوكي. فسمعتوها حاليا ماشية نتغدى، لكن كانت تجربة واو. اسمها أحسن ساعة ونص عديتها في حياتي، ساعة في المساج، نص ساعة بالساونا. بذلت الدنيا مغيمة، فوقت الغداء خلينا نحكي لكم ونقيم لكم الأكل. ليتس جو. الدنيا مطر. الريزورت اللي أنا فيه تقريبا 3 مطاعم. هذا اسمه لازولي، سوري شوفوا. وهذا فيه أكثر البول، شفتوا البول اللي ورايا. وفي مطعم ثاني عربي، وفي مطعم ثالث مازلت ما جربتوش، متوقعش نجربه اليوم في العشاء. كيوت. شوفوا أنا حجزت all inclusive، لكن لو حجزتوا مثلا بريكفاست لحاله، حبيت نعطيكم فكرة على الأسعار. هذه ستارترز، برجرز، بيتزات. اوكي كيوت. خليني اختار وجبتي بما اني حاسه بالجوع. اثينك المساج والبحر وسنوركلينج كل هالاجواء تجيب الجوع. غيرت مكاني، حسيت هالجلسه احلى. شوفوا سو كيوت. وعندي هالفيو. يلا طلبت حاجات كلهم فيهم اسماك. كيف نكون في الجزيره نحس اجواء الفيش، سي فود. مخي يحكي لي انه مادام احنا في جزيره الاسماك تكون فريش اكثر، ولو انه احيانا ما عنده ولا علاقه، لكن مخي it's in my brain. تتذكروا حكيت لكم انه انا جيت للرحله هذه كلها اصلا لعيد ميلادي، يعني حبيت نهدي روحي رحله لعيد ميلادي. فتخيلوا مشيت 19 شيت، شوفوا رجعت
وقيت هابي بيرثداي. الريزورت عملوا لي مفاجأة، عملوا لي بيقولوا هابي بيرثداي وعملوا لي شكل الكيكة هذه. سو كيوت. حاليا مش نبقى توقف نخربها لكن حابين نصورها الفلوج. ذاتس كيوت. صباح النور. اليوم يعتبر اليوم الأخير من غدوة مسافرة، وعلى أساس اليوم عندنا فعالية اللي هي الدولفينز كروز مع غروب الشمس. لكن صحيت على هذا المسج من عند جماعة الريزورت، الدولفين كروز تكنسلت بسبب الطقس. أوريكم الطقس يا جماعة، اليوم مغيمة أكثر من أي وقت مضى. طلعت وأنا نشوف الغيوم وحزينة، لكن اكتشفت إنه فما ناس تسبح، فجابوا لي الإلهام إنه أنا جيت ودفعت وجاي نستمتع وعيد ميلادي، قررت نسبح تحت الأمطار. برغم انه اوكي شوفوا تجي امطار تغيم، تجي نفس ما حكيت لكم ريح، لكن الطقس دافي. ف يلا سنوركلينج تايم. هل عمركم جربتوا السباحة تحت المطر؟ صراحة بعد المبالغ اللي اندفعت لها الرحلة نسبح تحت الرعد، تحت العواصف، تسونامي تشوفوني نبقبق. ولو انه الماء دافي ما اكذبش عليكم وصافي، شوفوا اللون، تشهني اني نسبح بالرغم من الامطار. المطر خفيف في نفس الوقت. التجربة في حد كتب لي في الانستغرام انه هو احسن وقت عنده يسبح تحت المطر. مش عارفة يعني هو جد ولا حاب يكون رومانسي، لكن خليني نجرب هل جد فيها يعني كيوت او لا. لبسنا الزعانف، يعني شنو اسوأ شيء ممكن يصير؟ نتبل من المطر. انا في الماء اوريدي. برين نحط الجوجلز. هلو very sexy Maldive girl look. let's go إلى الماء. يلا. تقييم السباحة الساعة 10/10. الماء واو دافي، لكن شوية حزينة اني ما شفتش اسماك. وين هم اسماك المالديف؟ اتوقع في الاعماق شوي. يا باي. والله توحشني فيلتي الجميلة الكتكوتة صراحة. بعد 10 دقايق وانا جالسة على هذه مطار انقاذ، هالهدوء شوية مطر فيه، ريلاكس. واو انا وصلت لاعلى درجة قمة الاسترخاء حقيقي. شوفوا الجهة الثانية وين الفلل ورايا الشط، شوف ناس يعملوا في الكاياك. فجابوا لي فكرة، ايش رايكم مش ناخد كاياك؟ شوفوا مش عارفة لو باينين هذم، والكاياك موجودين على هذاك الشط، فقررت نسبح لين هذاك الشط ونجيب الكاياك. هل نوصل؟ بعيد باي ذا واي، شوفوا بعيد، بس يلا ليتس نحاول نعطيها محاولة. وصلت. من في النص الهذم وصلت للجزيرة. اوكي لو في المستقبل ضاعت وسط البحر نعرف انه انا ممكن نوصل. واحلى شيء وصلت ورجعت وين فما المطاعم والبول وكل شيء، فوصلت دخلت طلبت اكل ورجعت عشان احكيكم اني وصلت. باي ذا واي بما انه حكيت لكم على الاكل، خليني اعطيكم تلخيص. الاكل مش واو صراحة، راحة، ونحس هالشيء اغلب في الجزر والريزورتس والمنتجعات، يعني يكون الاكل متوسط. الحاجة الوحيدة اللي واو هي الغلة، الغلال تكون فريش، تكون يمي، لكن الاكل بشكل عام يكون نص نص، مشي حالي. فيا نفطر
قاعدة نفكر انه العشية نجي هنا نعمل فعاليات. شوفوا عنا الكاياك، فما ناس تلعب في التنس ولا شو اسمه بيتش التنس، بيتش بول، لكن لازمني حدا يلعب معي يمكن نسألهم. هذا بلان ما بعد الفطور، ما بعد الغداء. والله سفر وحدي مش سيء، سفر في جزيرة it's not bad. تعرفوا شنو الغريب؟ انه حتى برغم انه الشمس مخبية بالغيوم، لكن بهالشمس ممكن تعملوا تان. حرفيا طلعوا لي خطوط التان، وشوفوا الغيوم. يعني الدنيا شوية قدومي، لكن جالسة حطيت التانينج اويل وعايشة الاجواء. تان غريب. بعد ما تغطيت وعملت تان، تقريبا تان يعني، حبيت نوريكم الاكتيفيتيز اللي هم عاملينهم. اوكي، تعرفوا هالجيم؟ هالجيم عبارة انكم ترموا هالكورة تقريبا، لكن تتلعب احسن شيء باثنين، يعني اثنين ينافسوا بعض. وفي هالجهة ترى هم كل الالعاب. ممكن ناخذ كاياك، استنى خلينا نوريكم من قريب. لو عندكم فريق ممكن تلعبوا الكرة الطايرة، هذه واحدة من الحاجات. لو حابين تعملوا فعاليات مائية عندكم كاياك، البادل أو جيت سكي. والكاياك عاملينه هذا اللي فيه كرسيين للكابلز. أنا مش فاهمة هذا. وممكن تاخذوا دراجات لو حابين تتمشوا في الجزيرة. هذا هو الموجود. فما كانوا ناس يلعبوا، حبيت نلعب معهم لكن نروحوا. ممكن ناخذ كاياك وحدي، ممكن لا، الله أعلم لو يستاهل يعني. واحد صغيرون، شوفوا هذا كبار وفما هذا صغيرون. فتقييمي للاكتيفيتيز الموجودين في الجزيرة ار نايس، يعني فعاليات مائية، فن، لعب، لكن اجين نحس اكثر من 3 ايام تملوا. 3 ايام enough. ممكن تكونوا يا اما كابل يا اما عائلة ولا جروب اصحاب. عندي اعتراف I think مرضت. فكرة انكم تسبحوا تحت المطر كيوت، لكن كيف يكون فما هواء والهواء يضربكم مع المطر مع البرد. هو ما كانش فما برد، انا ما حسيتش بالبرد، لكن مرضت. واصلا اليوم اخر الايلام، وحاسه نفسي اني مستعده نرجع، مش بسبب المرض، لكن حسيت انه 3 ايام ماكسيموم المالديف. ممكن الفعاليه الوحيده اللي نعملها في اخر يوم فما البانيو هذا في الغرفه، نعمل بانيو. جبت معايا ملح هذاك اللي نحط بتاع الريلاكسيشن. اسمعوا صوت المطر يا ويلي. من منبري هذا ننصحكم انكم لا تسبحوا ويكون فما ريح ومطر. الفكرة في مخي كانت نايس رومانتك، لكن في الواقع هذه النتيجة. نكمل. so scary. نكمل الشيء، نريح شوية ونعطيكم ملخص الرحلة. هل التكاليف تستاهل؟ كم كلفتني؟ وتقييمي لكل الفعاليات. تعرفوني الصراحة راح وقت توديع الجزيرة، فجيت لآخر بريكفاست. نمشي للفيو، نعملوا البريكفاست ونحكي لكم بالمختصر رأي صريح، نصايح، تيبس، كل شيء، ونودعوا هالجزيرة. شوفوا لي هالفيو، والله بتوحشني هالفيو صراحة. واليوم يوم اللي مروحة طلعت الشموسة وطلعت بامتياز، يعني سوري ايش قصدك؟
ختامها مسك، كملت ال4 أيام وحاليا الوقت المناسب اني نعطيكم رأيي صريح وباختصار. اوكي من دون مجاملات، ركزوا معي. المالديفز يا جماعة لو مفكرين تسافروا لها لازم تركزوا معها نقاط. اول شيء ما تعملوش نفس غلطي، انا جيت في الاوف سيزون يعني برا الموسم، فمثلا خسرت يوم انه كان كله عواصف، لكن انا استغليت هاليوم انه عملت المساجز. فدائما توقعوا انه بتكون فما امطار، ممكن الرحلات اللي كنت مخطط لها نفس الدولفينز ولا الشاركس انك تطلعوا بالكروز هذا ممكن تتكنسل، حطوا هالشيء في بالكم. ثاني شيء الاكل هنا، اول شيء اخترت حاجات في المنيو كانوا مش اوكي، يعني من ناحيه الباستا البيتزا، لكن فكرت انه انا في منطقه اسيويه فخليني ناكل الاكل الاسيوي كان واو، فممكن هذا كان في هالريزورت. انا اعطي رايي حسب تجربتي، فدائما في الجزر الاكل الاسيوي ولا الغلال والحاجه هذه تكون فريش واحسن. لكن اوفرول تقييم متوسط، وهالشيء متوقع في المنتجعات في الريزورتس الاغلب يكون الاكل متوسط. الناس طيبين، سو كيوت، معاملتهم واو، يعني في المساج، في الخدمات، في كل مكان 10/10. اخر نقطه والاهم، هل التكاليف تستاهل؟ بالنسبه لي وهذا رايي الشخصي، 3 ليالي هذم في الغرفه اللي انا فيها تتكلف تقريبا 2600 يورو مع مصاريف ثانيه مثلا التاكسز، لو حابين تطلبوا حاجات فممكن توصل لكم يعني تقريبا $3000 على 3 ليالي. الفيلا اللي أنا فيها ترفع شخصين، لكن اللي جنبي مثلا كانوا كابل وكانوا معهم بيبي، فممكن تكونوا أكثر، يكونوا 3 أشخاص ممكن أقل تكاليف أكثر، مش عارفة. لكن 3 الليلة بوحدة تقريبا $1000. فما ريزورتس أرخص شوي، فما ريزورتس أغلى أفخم، فهذا المتوسط. أنا نحس إنه هالمبلغ شوية مبالغ فيه من ناحيتين. من الناحية الأولى إنه لو تجيوا على المالديفز تجيوا على الريزورت ما عندكم ولا فعالية ثانية، لازم كل شيء يكون في الريزورت، يعني صعب إنكم تمشوا الجزيرة ثانية ولا ما عندكم ولا سبب تمشوا للمدينة متاعهم، مش سياحية، فأنتم أصلاً كل شيء لازم يكون متوفر هنا. ثانياً مشيت المناطق نفس السيشيلز، زنزبار وحتى تونس، يعني عنا نفس كواليتي الماء هذا والبحر هذا الجزر هذا، لكن بأسعار أقل. لو حابين تعيشوا التجربة اللكجري أوكي تستاهل، لكن في حالة واحدة، لو هالمبلغ مش بيأثر عليكم، يعني لو أنتم مجمعين هالمبلغ من فترة وعندكم فرصة واحدة أنكم تسافروا هالسفرة مثلا شهر عسل ولا لمناسبة معينة، فهالمبلغ بش يعمل عليكم فرق. I don't recommend المالديف. لكن لو هالمبلغ عادي، يعني حابين تعيشوا التجربة it's okay، عادي اوكي، فأنتم حسب حالتكم. بالنسبة لي حسيت شوي مبالغ فيه. هذا هو رأيي، خلوني نفطر ونتوجه إلى المطار. احكوا لي لو عجبكم الفيديو، لو عجبكم رأيي، لو عجبكم تقييمي، لو توافقوني، لو أنتم حابين تسافروا المالديف ولا سافرتوا لها وعشتوا تجربة مختلفة، اكتبوا لي في الكومنتس. باي.